أهلا بكم. وأخيرا تعليقي على اعتقال سعيد الناصري قنبلة الموسم. هذا الفيديو طالبتوني به بزاف، ولكن ما كانش ممكن مباشرة مور الاعتقال الواحد يخرج يهضر، بحكم ماشي كثرة المعلومات ولكن عدم فهم نوايا الدولة. لأن ملي قرينا الخبر وواخا شفنا ديك الفارغونيت خارجه وهزاه ودايه للسجن ما صدقناش، قلنا واش تنحلموا، واش الدوله كتلعب معنا كاميرا خفيه دابا يشدوا شويه ويطلقوه، لاننا ما لم نشهد من قبل شخصيه بهذا الحجم وبهذا النفوذ تعتقل وتودع السجن. هذه سابقه في هذا العهد الجديد. تنعرفوا سعيد الناصري والنفوذ ديالو ماشي فقط برلماني وقيادي في حزب الأثر والمعاصرة، ثاني حزب في التحالف الحكومي، وإنما سعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، حكم الكروة والازون، ورئيس سابق لأكبر نادي رياضي في المغرب. يعني عنده واحد القاعدة شعبية ضخمة وكانت تتعطيه الولاء، فكان واحد النوع ديال الصمت تجاهه إعلاميا. وما عمرنا توقعنا الدولة غتجرأ تعتقل، ماشي غير تتابع أو تعتقل شخص بهذا الحجم. وإلا نتوما كنتو قريتوا الخبر في جون افريك او ظنيتوا ان الصحفي الشاب اشرف بالمدن هو اللي فجرو، راكم غالطين. بل بالعكس، اللي نتوما يمكن ما عارفينش ان الخبر تفجر في منتصف 2023، مارس افريل 2023، عند بعض المواقع معاديه للمغرب او مواقع ديال المغاربه عندهم مواقف جذريه سلبيه من شخوص ورجالات الدوله المغربيه. اللي كانت تنشر في هذه المواقع هو خبر وجود هذا بارون المخدرات المالي، وتنشروا معاه الاسماء ديال سعيد الناصري والبعيوي، وتنشر معاهم الاسم ديال الفنانه لطيفه رأفت. وكان التساؤل اللي تطرح في هذوك المواقع هو من بعد وفاه سي عبد الحق خيام الله يرحمه واش غتستمر تحقيقات، لان سي عبد الحق خيام يقال هو اللي اعتقل هذا المالي وهو اللي حقق معاه. ومن بعد المرض ديالو الوفاه ديالو طرح تساؤل واش غيتكملوا هذه التحقيقات جوسكو بو الى النهايه، ولا الملف غادي تطمس. طبعا حنا قرينا هذاك الشيء في منتصف 2023 بكثير من الحذر والشك كما قلت لكم، لان المواقع اللي نشروها عندهم واحد الانطباع او مواقف سلبيه جذريه من رجالات الدوله، كينشروا بعض المعلومات الصحيحه وبزاف ديال المغالطات. وقرينا داكشي بكثير من الحذر، وحتى شي واحد ما كان ممكن يرددو، وبقى الصمت حيا للموضوع حتى تنشر في جون افريك عند الصحفيه الفرنسيه نينا، نقول لكم الاسم ديالها، نينا كوزلوفسكي. هاد الصحفيه انا كنعرفها، تلاقيتها، هي اللي كانت دارت معايا الحوار في جون افريك في ماي 2022. صحفيه فرنسيه كانت مقيمه بالمغرب وعندها علاقاتها في المغرب ومصادرها في المغرب وخدامه في جون افريك، يعني اللي عطاها هذه المعلومات من داخل الدوله المغربيه ونشرت الخبر في جون افريك. يعني الخبر ملي تفجر في جون افريك راه كان ضوء اخضر مخزاني، اولا على ان التحقيقات مستمره، ثانيا على ان ممكن الصحافه المغربيه تهضر في الموضوع، لان للاسف الدوله ديالنا باقا ملي كتبغي دير تواصل في ملفات حساسه وكبيره كتمشي لفرنسا، ما كيعيطوش للصحفي المغربي ويقولوا ليه. فهذيك الصحفيه الفرنسيه نينا ديال جون افريك تعطاو لها دوك المعلومات ونشرتهم في جون افريك، صافي دير ان فو فيغ مغربي مخزني على ان التحقيقات مستمره، على ان الملف متى يحركوه، تهيئ للراي العام على اعتقال المتورطين، وضوء اخضر للصحافه المغربيه تنقل الخبر وتهضر عليه. ومن موراها خرج الصحفي الشاب بالمدن اللي صيفطوا ليه بعض المصادر ديالو حتى هو هذه المعلومه، ولكن الخوف عليه في ديك المرحله ما كانش من الدوله، لان الدوله عطات الضوء الاخضر. الخوف عليه كان من بعض اتباع الناصري اللي عايروه وسبوه وما اليه. وهو كانت شجاعه منه في مواجهه اتباع الناصري اللي كانوا باقيين ما عارفينش يمكن الحقيقه. ومن بعد ما تشد سعيد الناصري عاد خرجت الصحافه ديالنا شي تيقول انا عندي المعلومه، لا انا عندي المعلومه، لا انا عارف القصه، لا انا عارف اش دارت لطيفه رأفت، لا انا عارف الفيلا، لا الطوموبيل، لا. وفي الحقيقه هذاك الشيء انا بالنسبه لي شخصيا لا بغيتو رايي زايد ناقص،
عصابه ديال تجار المخدرات اش بغيتو يكون عندهم التجار في المخدرات، العقارات، الطوموبيلات، في بنادم، النساء، الجنس، التصوير، الزواج، الطلاق، العيالات، شنو يعني شنو تتخيلوا؟ مسلسل ديال تجار المخدرات، فيلم، داكشي اللي كتخيلوا اللي ما تخيلوهش. شنو هو زعما الجديد اللي غادي يتفجر في هذه القضيه؟ اللي انا كان يؤرقني واللي ما خلانيش نخرج نهضر ديك الساعه هو نيه الدوله المغربيه. هذا هو السؤال، واش كاين نيه حقيقيه لتنقيه الساحه السياسيه ماشي فقط من هذا الملف، راه كاين اسكوبارات، ولا غادي يضحيو بجوج اسماء وسيتم طمس كل شيء؟ المافيات ديال التجار بالمخدرات راه كاينين في العالم كامل، واش كاين شي دوله ما فيهاش هادشي؟ راه ماشي هذا هو الخطر، انهم كيتعاملوا مع سياسيين ومع امنيين ومع قضاة ومع الجمارك ومع الضرائب. علاش هما كيفاش خدامين؟ كيفاش كيتحركوا داخل وخارج الحدود؟ كيفاش كينقلوا السلعه ديالهم ويجيبوها ويفرقوها؟ طبعا راه تيكون تواطؤ. المصيبه العظمى والمشكله العظمى اللي خصنا نفهمو هي حين يصبح هاد التجار ديال المخدرات ماشي كيتعاملوا مع السياسيين، انما هم السياسيون انفسهم. تاجر مخدرات في البرلمان، هذا اختطاف للدوله واختطاف لمؤسسات الدوله. ملي كيصبح تاجر مخدرات ماشي كيتعامل مع نادي رياضي باش يستغل الشباب ديالو ويحولهم لسوق استهلاكيه ديال الدروغ، انما تيولي هو رئيس النادي. هذا راه اختطاف للكره ولا الرياضه. تم اختطاف نوادي رياضيه. نادي الوداد تنعرفوا ارتباطه بالبام من عهد الياس العمري، والرجاء بغاو يختطفوها الاسلاميين باش يديروا الكلاش، يعني ما بقاوش كيكلاشيو بيناتهم بالاجندات السياسيه، ولاو كيكلاشيو بيناتهم بالنوادي الرياضيه. واليوم الرجاء باغي يختطفوا اخنوش. علاش بودريقه رئيس الرجاء هو قيادي في الاحرار؟ ما خاصش يكون رئيس نادي رياضي عنده حتى شي ارتباط بالسياسه، لان هذا توظيف لذاك النادي وللشباب البريء ديال داك النادي اللي جايين حبا في الكره، في الاجندات السياسيه وفي الحملات الانتخابيه. وديك الشيء علاش ولا العنف، وديك الشيء علاش ولات المضاربه، وديك الشيء علاش ولات هاد الكراهيه وهاد السباب وهاد الشتائم اللي ما كنقدرش نقراها في التعليقات بين المعجبين ديال هاد الجوج ديال النوادي. راه السياسيين تكرفسوا على هاد النوادي الرياضيه، راه المافيا تكرفسوا على هاد النوادي الرياضيه. كاين اختطاف للاعلام، تحويل منابر اعلاميه من صحافه موقره كدير الانتقاد البناء وكتناقش ملفات الى صحافه التشهير وتصوير الفيديوهات الجنسيه ونشر المؤخرات. تم اختطاف الفن وتحويل الفن الى كولسه ومد الطريق للبزناسه بين بعضياتهم، والمضاربه دابا الاعلاميه بين الفنانات. تم اختطاف عهد الملك محمد السادس، اختطاف مؤسساته، اختطاف سياسته، اختطاف اقتصاده، اختطاف الرياضه والفن والاعلام. تم اختطاف البرلمان، تم اختطاف الحكومه وانتخابات 2021. نعطيكم غير مثال جهه الدار البيضاء الكبرى. في انتخابات 2021 شكون كان مكلف بتوزيع التزكيات وشكون حط الناس في كاع المناصب في الدار البيضاء؟ 4 ديال الاسماء. الاسم الاول هو المتابع اليوم سعيد النصيري، هو المنسق الجهوي عن حزب الاصاله المعاصره في الدار البيضاء، لدرجه اشيع خبر انه ضارب مع وهبي لان سعيد النصيري ما خلى الوهبي حتى شي تزكيه يعطيها في الدار البيضاء، فرق كلشي. شكون اللي كان معاه؟ المغضوب عليه وزير الماليه السابق بوسعيد، اللي اخنوش تحدى الغضبه الملكيه وحطوا منسق جهوي الحزب الاحرار في الدار البيضاء. شكون كان تيكون معاهم؟ القادري عن حزب الاستقلال، المنسق الجهوي ديال حزب الاستقلال في الدار البيضاء. كانوا كيتجمعوا في الجامع الله يقبل باش ياخذوا الاموال الطائله التزكيه كتسوى مليار سنتيم والزياده. جودار هو الامين العام ديال حزب الاتحاد الدستوري، من اكبر الفاسدين في الدار البيضاء، من اكبر اللي دنسوا المشهد السياسي ملي طلع امين عام، وهو اليد اليمنى سعيد النصيري. ما عرفناش حتى هو كيفاش ولا ملايري، السيد عنده 40 منصب.
باش تعرفوا ان هاد الانتخابات مبنيه على البيع والشراء وعلى الباطل وعلى الدنس، وانتخابات مشكوك في امرها، وانتخابات باطله. اقولها بالفم المليان، انتخابات 2021 باطله وملغيه، ونحن كشعب مغربي لا نعترف بها، لا نعترف بها. والى اليوم لا يعترف الشعب المغربي بأخنوش كرئيس حكومه. اكبر اقطاعي اوليغارشي فاسد، جاو فيه تقارير ديال مجلس المنافسه بانه نصب على المغاربه في ارباح المحروقات، وقال لك مشى يدير العمره فيها ساعتين وهو من كريسمس وهو تيطوف. اكبر فاسد، 14 عام وهو وزير، والزلزال ديال الحوز فضح الفشل ديالو ملي لقينا ناس مازال عايشين في العصر الحجري في الكهوف كيشعلوا العافيه بالحجر. فين مشاو صندوق العالم القروي؟ فين مشاو الكريديات ديال تنميه المغرب العميق؟ اكبر فاسد كيستغل المنصب ديالو باش يدوز الصفقات لشركاته ويتغنى في وقت الشعب تيموت بالفقر والجفاف والغلاء. ثم الثالث في الدوله المغربيه اللي هو رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العلامي من نفس الحزب ديال الاحرار، المغضوب عليهم الضالون، اللي الملك غضب عليه ملي كان وزير الشباب والرياضه وجرى عليه من بعد ما تفضح انه كان يتلاعب في اموال المخيمات. هادشي غير اللي عرفنا واللي ما عرفناش، ما عرفتش فاش كان كيتلاعب. والمتهرب الضريبي اللي كانت عنده شركه ديال النسيج في تطوان ومازال الدوله كتسالو الضريبه ما دفعهاش، كيفاش يرجع رئيس مجلس النواب؟ وهبي وزير العدل، امين عام ديال ثاني حزب كيشكل التحالف الحكومي اللي قال لنا هو كيعرف تقاشر المغاربه واللون ديالهم، وكيفاش ما عرفش هاد الناس اللي كان محامي ديالهم فايش كانوا كيتاجروا. هاد الناس مشبوهين، هاد الناس لو كانت عندهم ذره ديال الكرامه في دوله ديمقراطيه كانوا يحطوا استقالتهم. هاد الحكومه راه خاصها طيح. فرنسا ماشي احسن منا، اللي عاد رئيسه الوزراء ديال فرنسا حطات استقالتها والحكومه تفركشات، وناض ماكرون كيأسس حكومه جديده وكينصب رئيس وزراء جديد. الانجليز ماشي احسن منا، اللي دائما رئيس الوزراء كيحط استقالته ويجي الاخر ويحط استقالته ويجي الاخر في نفس الولايه الحكوميه. علاش حنا خايفين؟ علاش المخزن يعض بالنواجذ على هاد الناس؟ علاش كيخاف يغيرهم؟ علاش كيبغي يبين لهم بانهم ايغوبلاسابل؟ راه حنا 40 مليون نسمه، عطا الله الشباب بلا ديبلوم وبالكفاءه. علاش ما نحيدوش هاد عباد الله ونجيبو وحدين اخرين ولا ولاو فاسدين نحاسبوهم حتى هما ونحيدوهم؟ حيت حنا ملي تنقولوا نحيدوا اخنوش ونحيدوا وهبي ونحيدوا رشيد طالبي العالمي ما تنقولوش 100% غيجي محسن. الديمقراطيه ماشي هي كتضمن ان اللي غيجي غيكون حسن، الديمقراطيه هي تتضمن ان اللي غيجي وما كانش مزيان غيتحاسب ويمشي بحاله ويجي واحد اخر. تداول السلطه. علاش حنا هاد الناس ما نوريوهمش بانهم ديسبونسابل غوبلاسابل؟ الدوله ما واقفاش عليهم، وراه فعلا الدوله ما واقفاش عليهم. الدوله لا تزعزع باسقاط حكومه وبتغيير رئيس حكومه. الدوله تزعزع حين تختطف الحكومه ويختطف البرلمان وتختطف المؤسسات التمثيليه اللي من المفروض انها تمثل الشعب وتتواصل مع الشعب، تختطف من طرف المافيات، من طرف العصابات، من طرف الفاسدين والمفسدين، من طرف المغضوب عليهم والضالين. حين تختطف المؤسسات وما تتبقاش كتأدي الدور ديالها التمثيلي التواصلي وتنحدث فراغ وشرخ وتتهتز الصوره ديال الدوله في الخيال والمخيال ديال المواطن المغربي، هنا فين كيهتز النظام. ملي ما كنبقاوش عارفين شكون حاكمنا، ملي كنوليو فاس مع القصر، ملي كيخرجوا الناس كيهضروا على البنيه السريه والدوله العميقه والعفاريت والتماسيح، هنا فين كتهتز الدوله وكيهتز النظام. وباش النظام يفرض راسو يتحول الى دوله امنيه تيصور في عباد الله وكيشهر بهم باش يسكتوهم، او دوله بوليسيه اللي دوير عفو اللي نطق نديوه للحبس، او دوله عسكريه تتفرض النظام تتفرض لغط بالسلاح. هنا فين كنتحولوا الديكتاتوريه، حين نفقد المؤسسات المدنيه التمثيليه اللي كتواصل وكتمثل الشعب، حين تختطف الحكومه ويختطف البرلمان وتختطف النقابات ويختطف الفن والاعلام والرياضه.
والسياسه من طرف المافيات والفاسدين. هنا فين كتعتز الدوله.